تتعانق سفوح جبل الزاوية وبدايات سهل الغاب، وتطل مدينة جسر الشغور بسحرها وأصالتها. في هذا المكان من أرض سوريا تتربع بلدة قسطون في الريف الحموي. كلما زادها السهل طيبة وجمالا أضفى عليها الجبل مزيدا من العلياء والمنعة، لتكون وبحق أرضا سورية. مثل ما نكون شايفين الدمار، قاعدين بأمان الله. الولاد عم يلعبوا بالشارع، ما حسينا إلا اجت هلا مروحية. أول يوم جت 3 مروحيات، زدتوا شيء 8 براميل أو 10 براميل. الأطفال عم يلعبوا بالشارع، العالم قاعدة ببيوتها. يهون كل ما في البلد أمام عيون القائد المفدى. يقتحم جيش النظام قسطون مرات عدة، يحرق البيوت وينكل بالشباب، حتى إذا انتفض أهلها جميعا وقالوا كلمتهم التي دفعت قسطون من أرواح خيرة شبابها لتكون: لا لوجود جيش الأسد في أرضنا. يطرد جيش النظام ويخلي حواجزه التي أرهقت السكان عذابا وتنكيلا، كما في حاجز الإرشادية والبلدية ومحطة ضخ المياه. الأسدي حلب بس صفت الوضع عنا هون، يعني صارت هي مرة من هون الميج ولا الهليكوبتر ولا أي نوع من الطيارات بتجي أول ما توصل فوق الضيعة بترمي لها صواريخ. مشينا من الضيعة تجي الميج ضربنا صاروخين، صاروخ يبعد عنا شي 3 أمتار والثاني يبعد عنا 10 أمتار. زميلي قد فرق الحياة وأنا راح ساقي، وهلا أوضاعي سيئة وعم ببيع بندورة قدام محل صاحبي، بندورة واليمون وبقدونس عم طالع حق ربطة الخبز. هذه حياة نعيشها. تعجز الأرض على النظام، ليس له إلا طائرات الميج ببراميلها المتفجرة وصواريخها وبقذائف المدافع من مدى بعيد. يهجر السكان تحت وابل القصف كل يوم، الذي لم يخلف إلا الدمار والموت، فضلا عن الألم في ذاكرة الجرحى لا يغادرها. وتطل قسطون بوجهها الحزين وحيدة خالية. أولم تقل لا في وجه من تجبر؟ شبكة شام الإخبارية، ريف حما.